بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بكم حلقه جديده من برنامج ببساطه مهمه اليوم. ومهمتك بكره ان شاء الله ان احنا عايزك تعود نفسك انك لما تيجي تاخد قرار او لما تيجي تخطط لمستقبلك او تخطط لاي حاجه لازم يكون عندك قدره تحليليه كويسه، تشوف الموضوع كله على بعضه. النبي صلى الله عليه وسلم في قصه الهجره تشوف اختياره لابو بكر، اختياره للغار اللي هيقعد فيه 3 ايام، اختياره لل3 ايام، اختياره انه يمشي عكس الاتجاه، اختياره صلى الله عليه وسلم للشخص اللي هيجيب له الاكل، اختياره للشخص اللي هيجيب له اخبار قريش. بياخد الموضوع من كله. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه، شوف ازاي ان هو خطط انه يعمل صلح معاهم، وازاي الصلح ده كان له خير كثير بعد كده في فتح مكه وما الى ذلك. لما تيجي تاخد قرار خد قرار بكل الابعاد. ساعات بعض الاحيان الواحد بيتسرع، بعض الاحيان بيجي يحل مشكله بشكل متسرع فيجيب له مشكله اعمق. دي بيسموها في الكتب الكبرى افكت او تاثير الكبرى، ودي جت من قصه ان البريطانيين زمان كانوا محتلين الهند، فلقوا ان البلد مليانه تعابين كبرى، والكبرى غصب عنهم بتاثر على حياه الجنود يعني. فعملوا جايزه ماليه لاي حد ياتيهم براس كبرى. فالهنود قال لك خلاص احنا نربي بقى الكبرى في بيوتنا، وكبرى يعني وكل ما نتزنق في فلوس نروح لهم براس كبرى ويدونا فلوس. فخلقت لهم مشكله اكبر. مهمتك بكره ان انت ما تقعش في الكبرى افكت او تاثير الكبرى، ان انت لما تكون عندك مشكله او لما يكون عندك مشروع انت داخل فيه، اختيار كليتك، اختيار شغلك، اختيار حاجه جديده، خطط لها كويس، خلي عندك قدره تحليليه كويسه، بص على الموضوع كله بكل ابعاده وخد قرارك. ما راح شركه جديده اشوف البعد والقرب من بيتي، المرتب، ايه المكافآت او المزايا اللي موجوده هناك، الثقافه الموجوده هناك، انا ليا مستقبل فيها ولا لا، كذلك اختياري للكليه، كذلك اختياري لكل حاجه. لازم يكون عندك قدره تحليليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.